السلام عليكم المتتبعين ديالي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم اقتراح الحلويات العيد اللي هي هاد البهله هادي اللي كتجي معلكه ومشقه كيف ما كتشوفوا، لذيذه كتعجب الصغار والكبار. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا معايا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمقادير هنايا غادي نحتاج كاس ديال الزيت. هنا كما كتشوفوا عندي زلافه ديال السلو، وعندي هنايا كاس ديال الزنجلان اللي طحنته مع نص كاس ديال سنيده، وبقى لي النص الاخر ديال السكر سنيده. عندي كاس ديال الزبده مذابه، وعندي شويه المسكه الحره اللي طحنتها مع شويه سنيده، وراس معلقه ديال القرفه. عندي هنايا الدقيق، جوج ديال الخمارات، وعندي معلقه ديال السمن صغيره، وعندي شويه ديال الخميره ديال الدار. فبالنسبه للدقيق انا احتاجيت تقريبا كيلو الا ربع ديال الدقيق. غادي نوضعو هكا في القصريه ونضيف عليه داك سلو. فهذا شكل جديد ديال البهله بسلو كتجي بنينه ومعلكه، جربوها وردوا عليا الخبر. غنضيف هذيك الخميره ديال العجينه ولا حبيبات، وعندي هنايا القرفه والمسكه الحره كما قلت لكم. غادي نزيد معلقه صغيره ديال السمن كتعطي واحد المذاق اكثر من رائع. وكما كتشوفوا هنايا عندي الزنجلان اللي طحنته مع السنيده. فغادي نخدم هاد المكونات مزيان بعد ما كنكون ضفت نص كاس السنيده، وغنضيف الزبده اللي ذوبتها، كاس ديال الزبده مذابه، قبيصه ديال الملح، ونخدم مزيان المكونات. من بعد كنبدا نضيف الزيت بشويه بشويه حتى كتندمج ليا كيندمج الخليط، وكنقدروا نشكلوا به كويرات اللي كيجيو رطبين. غنخليكم مع التتمه ديال لا فيديو. فانا من بعد ما تجانس لينا الخليط وحصلنا على عجين كما كتشوفوا هنايا اللي رطب، كنبداو نشكلو في الغريبه البهله ديالنا. كنديرو تقريبا قد مشماشه. بعد ما خدينا الطاوه ودرنا فيها ورق الطهي باش ما تلصقش، وغادي نكمل الكميه ديالي كامله. بالنسبه للفران فانا كنشعل عليه من الفوق هو الاول حتى كتشقق ليا الغريبه من الفوق، عاد كنشعل عليها من التحت تكمل الطياب ديالها.
وكيكون على درجة 180 درجة. من بعد ما كطيب لينا غريبه البحله فهي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي مشقه ومحمره ولذيذه وهشيشه. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ولا عجبتكم الوصفه كما العاده ما تنساوش انكم تخليو لي لي لايك ديالكم ولي كومونتير، وعلاش لا ما تشاركوش لا غوسيت مع الاهل والاصدقاء ديالكم. عواشركم مبروكه، خليتكم على خير. على بروشين فيديو ان شاء الله.